أنا أتمشى الآن ليس في مستنقع أو بحيرة معينة، وإنما في عمق نهر دجلة. هذا النهر الذي أصيب بالجفاف نتيجة السياسات المائية، حتى باتت هذه المعالم واضحة على أشكاله في أجزاء مختلفة من العاصمة العراقية بغداد. وهنا في هذا المكان، هذه المساحة الخالية من المياه، اتخذوها الكثير من الشباب والأطفال مكانا ترفيهيا لهم. حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين؟ تغنى بهذا النهر العديد من الشعراء ووصفوه بدجلة الخير، لكن هذا الخير بات ينخفض يوما بعد آخر، والمستفيد من كل ذلك هم الشباب وحتى الأطفال الذين اتخذوا هذه المساحات مكانا ترفيهيا لهم. نجي نلعب هنا ونتونس، بس مستفاد. يعني احنا نريد بلد يتطور، نريد اكو بلد يصعد، احنا لا بدنا ننزل. مثل تركيا جايده تصعد، احنا نريد نصعد وياهم. شوف هاك وين لا اكو مي. شنو الهوايات اللي تمارسونها الالعاب الرياضيه؟ مثل المصارعه، الطوبك، ولا MMA، فنون قتاليه، الملاكمه. فدحنا نشوف هاك بقى كلها ناشفه. احنا نتمنى يصعد المي. نتمنى يصعد المي. نجيب رقي وانا بطيخ، ناكل، نلعب بالطين، الشاقه، مصارعه، طوبه. احسن ما تروحون المسابح. زين ليش ما تروحون المسابح غير ليش تجون الدجله؟ دخوليه بفلوس، كتل. هنا تاخذ راحتك هنا، لا مرتاحين براحتنا ببلاش ونسوي ببلاش. زين القوات الامنيه ما تمنعكم؟ كانت النهريه تجي تمنعنا، هسه لا ماكو، ما تجينا النهريه، لا. شكرا لك. اذا هذا الانخفاض الحاصل في ضفاف نهر دجلة جاء لأسباب تتعلق بشحة الخزين المائي في نهري دجلة والفرات. هذا الشح وصفته وزارة الموارد المائية بأنه الأول والأخطر في تاريخ البلاد، وأوعزت الأسباب إلى فقد العراق ما يقرب 70% من حصته المائية بسبب سياسة بعض دول الجوار. صقر منذر، بغداد الأولى.